لو بتصحى كل يوم تمسك الموبايل من غير ما تفكر وتفتح نفس الابليكيشن، فمبروك عليك يا صديقي، دي اسمها عادة. العادة ببساطة هو فعل بيتكرر كتير لحد ما يتحول من قرار لحاجة بتعملها تلقائيا من غير وعي. المشكلة بقى إن حياتك كلها هي مجموعة عادات، يعني مش القرارات الكبيرة اللي بتحدد مستقبلك، بالعكس دي الحاجات الصغيرة اللي بتعملها كل يوم هي اللي بتحدد مستقبلك بعد الله. طب السؤال الأهم، إزاي تبني عادة؟ مش بالقوة ولا بالحماس، بالبساطة. يعني إيه؟ يعني شوف الحاجة اللي أنت عاوز تعملها كل يوم زي التمرين أو القراية واعملها كل يوم، ولكن ما تجيش تقولي هتمرن ساعتين يوميا. ليه يا بابا؟ ده البيج رامي ما بيعملهاش. اتمرن، بس اتمرن ربع ساعة يوميا وزود مع الوقت، بحيث ان انت ما تكسلش وهتقول لنفسك ده هي ربع ساعة تمرين. واقرا، بس اقرا صفحة يوميا، ما تقوليش هقرا كتاب كل يوم. انت مش طالع من المكتبة عليا. وقرر العمل ده كل يوم وحاول تربطه بحاجة. يعني ايه؟ يعني خلي التمرين مثلا بعد الغداء، بحيث ان انت ما تسرحش. التمرين بعد الغداء والقراية بعد الفطار، كده مش هتنسى وهتتحول لعادة. ولما تتحول لعادة حياتك كلها هتتغير. وخلصت على كده.